السلام عليكم. اقروا آية الكرسي. هذه قصة صابر، وهو يقول إن الموضوع صار في أيام كان هو واثنين من أصحابه يجلسون كثير بالليل قريب من حديقة معروفة في إسلام آباد. بالنهار المكان عادي جدا، لكن بالليل تصير فيه سكون غريب وأجواء ثقيلة تحسها على صدرك. في ليلة تقريبا الساعة 12 كنا واقفين برا الحديقة عند الشارع، وفجأة واحد من أصحابي قال: شوفوا، في واحدة واقفة هناك. لما ركزنا النظر شفنا على مسافة قريبة شكل حرمة، بس طولها مو طبيعي، تقريبا 7 أو 8 أقدام. شعرها نازل على وجهها وما كانت تمشي، كأنها تنزلق على الأرض. صابر يقول في هاللحظة حس بقشعريرة قوية في جسمه. الحرمة كانت تقرب علينا بهدوء بدون أي صوت خطوات، لكن ظلها كان كأنه ينسحب على الأرض. واحد من أصحابي قال وهو مرعوب: هذه مو إنسانة، يلا نطلع من هنا. قبل لا نتحرك وقفت فجأة وطالعتنا مباشرة. عيونها كانت سودة بالكامل. هربنا بكل قوتنا، وصابر يقول إنه لما لف ورا كانت للحين واقفة بمكانها، بس شكلها صار أطول وأكثر خوف. بعد هالليلة واحد من أصحابي تغير تماما، صار ساكت ويقوم من النوم وهو يصرخ ويقول إن في حرمة طالعة. بعد كم أسبوع مرض فجأة والدكاترة ما عرفوا السبب. بعد أيام قليلة توفى. أكثر شيء مرعب إن الليلة اللي قبل موته دق على صابر وقال له بس هي جات، نفس حرمة الحديقة. ثاني يوم لقوه ميت. صابر يقول إلى اليوم كل ما يعدي قريب من هالحديقة قلبي يدق بسرعة، لأنه متأكد إن الشيء اللي شافوه ذيك الليلة ما كان محصور بالحديقة بس.